السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. كل سنه وانتم طيبين. انا ما كنتش ناوي انزل الكحك دلوقتي او ما كنتش ناوي اعمله دلوقتي، لان عندي كذا وصفه على التليفون، لكن للاسف كلهم اتمسحوا. فقلت بالمره انا اعمل الكحك وانزله، وانا عاملاه بدري شويه. بس يمكن في ناس غيري عاملينه من اول رمضان، ويمكن من قبل رمضان، والناس عماله تنزل في في طرق الكحك. انا اعمله بالطريقه اللي انا متعوده اعملها، واعمله بطريقه اهالينا او امهاتنا. السمنه المقدوحه على السخن افضل بكتير من البارد ده المصانع والشركات هي اللي اخترعته، لكن احنا متعودين من زمان ان احنا بنقدح السمنه ونعمل الكحك بتاعنا زي ما امي كانت بتعمله. ما شاء الله، كيلو دقيق و550 جرام من السمنه ادوني ما يقارب من 2 كيلو من الكحك. تخيلوا لو هنجيب الكميه دي من بره، لو هنجيب حتى كيلو واحد من بره، شو هيكلفنا كام؟ غير ان احنا ضامنين نظافته، غير ان احنا عاملينه بحب لولادنا واهالينا. لذيذ جدا ودايب جدا وجميل جدا وما خدش مني وقت خالص. يلا بينا نعمله مع بعض. في اساتذه كتير غير طبعا بيعرفوا يعملوه، بس انا حبيت اقول لكم الطريقه بتاعتي. اول حاجه جبت كوبايه من السوائل، سواء ميه او لبن. تمام. حطيت فيها معلقه من الخميره الصغيره وثلاث معالق من السكر، وادوبهم كويس عشان السكر ما يبانش في العجينه. جبت العجان وحطيت فيه كيلو من الدقيق ورشه من الملح ومعلقه كبيره من ريحه الكحك ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. وهعمل حفره كده في وسط الدقيق، وانزل عليهم بثلاث معالق من السمسم محمص ابيض اللي يعجبكم. تمام. وممكن نزود سمسم عن كده لو حابين. وانزل عليهم بنص 550 جرام من السمنه المقدوحه مغليه يعني. انتوا شايفين الفوران عامل ازاي؟ السمنه المقدوحه دي لما حطيتها على السمسم، لو في رطوبه في السمسم هتخرج مع السمنه، تخرج بسبب سخونيه السمنه. تمام. قلبتهم كده بالمعلقه، ونخلي بالنا لان درجه حراره عاليه. شغل بقى العجان. ممكن الخطوه دي نستغنى عن العجان ونشتغل بايدينا زي اهالينا، لكن انا قلت عندي عجان فاستغله. ابتدي بقى ابس العجينه، السمنه بالدقيق كده لحد ما الدقيق يتشرب كل السمنه. بعد كده هنزل بكوبايه السائل بتاعتنا، وهضربهم ضربتين كده حوالي دقيقتين. مش هكتر ضرب طبعا عشان الكحك ما ينشفش مننا. كده خلاص تمام. ابتدي بقى الم العجينه كده بايدي. هو انتوا تحسوا كده ان العجينه طريه او بتلزق، بس ده عشان السمنه لسه سخنه، لكن لمجرد ان هو يبرد هتبقى عجينه متماسكه. مش هشتغل فيها على طول، هسيبها نص ساعه. لكن قبل النص ساعه كده اختبر كده الكحكايه بايدي، اشوفها محتاجه ميه ولا محتاجه خدمه زياده. لو ما شقتش معانا يبقى مش محتاجه حاجه من الاتنين. ممكن نحط لها شويه سوائل صغيرين لو لقينا العجينه بتشق. ما نكترش ضرب. خلال النص ساعه دي ابتدي بقى اجهز الادوات بتاعتي، الصاجات والادوات اللي هشكل بيها الكحك، سواء منقاش، سواء بصمات خشب، سواء بصمه معمول. ابتدي بقى اشكل وحدات الكحك. لو حابين تعملوه محشي، حضروا العجوه او حضروا الملبن واللي يعجبكم، بس انا بحبه ساده الصراحه. شكلت وحدات الكحك كده صغيره، والبصامه البلاستيك دي سهله قوي ونضيفه يعني، بتدي منظر حلو. حاولت ادور على المنقاش بس لقيته في الاخر، لكن لقيت ان نقشه المنقاش احسن، مش حلوه، مش احسن حاجه زي البصامه البلاستيك. ممكن نستخدم البصامه الخشب دي، لكن اهم حاجه ان احنا نبدرها شويه بالدقيق، عشان طبعا العجينه لينه فممكن تلزق في البصامه. هكور حته من العجين كده واحطها على البصامه، وضغطه بسيطه واقلبها واديها ضربه بسيطه كده هتنزل الكحكايه. لكن لقيت الشكل البصامه دي مش حلو برضو. الاشكال بتاعت البصامه البلاستيك اشيك بكتير. ابتدي بقى اخلص كل الكميه، ومش شرط ان انا كل واحده اشكلها على حده. انا ممكن املى الصاج واشكله مره واحده. هنا لقيت المنقاش لكن لقيته مش احسن حاجه، فرجعت اشتغل بالبصمات البلاستيك. خلصت الكميه كلها. في الوقت ده كنت شغلت الفرن على درجه حراره 200. هسويه على درجه حراره 200 في الاول لمده 5 دقايق على الرف الوسطاني، وبعد الخمس دقايق هنزل درجه حراره 180 واسيب الكحك يستوي. مش هياخد تقريبا 10 دقايق، يمكن اقل من 10 دقايق. يديني اللون الحلو من تحت ومن فوق كده. ما شاء الله الكحكايه دايبه، ريحتها حلوه قوي. تاني يوم بقى انا سبتهم الصراحه لتاني يوم. ابتديت بقى شايفين حتى تاني يوم ما شاء الله برضو جبت سكر بقى وظبطت الكحك بتاعنا. طبعا ما نحطش سكر على الكميه كلها، على حسب الكميه اللي احنا هنقدمها وناكل منها. واهم حاجه في الموضوع ان انتوا تعملوا الكحك في البيت وتفرحوا اولادكم. هنوفر كتير وهنعمله
بطريقه كويسه ونظيفه، ضامنين المكونات بتاعتنا، واهم حاجه ان احنا عاملينه بحب لاهالينا واولادنا. ان شاء الله تجربوه وتتهنوا بيه، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.